مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخليه، بين قوسين احباب مشتل الصوب. هنتكلم النهارده عن الهويه. النبات دوت انا طول عمري بقول لاصحابي لو عرفت تموته ليك من عندي 2 هديه. نبات قوي جدا جدا جدا، متسامح مع اي اضاءه انت تحطها. بس قبل ما نبدا، اللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان معلوماتنا توصل على كل حته في العالم. معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. خليكم معانا وزغلول معانا على فكره. نبات الهويه من النباتات الجميله جدا جدا جدا، فيها اشكال وانواع والوان كتيره قوي 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 ومتعدده كتيره قوي. في منها اشهر نوعين في مصر، هو النبات الاخضر والفاريجاتا اللي هو فيه ابيض كده. طبعا زي ما انتم شايفين اللون، القمه الناميه الجديده بتطلع لون البينك. انا يا رب بس الكاميرا تبين للون البينك، هو لون البينك جميل جدا جدا. النبات دوت من النباتات اللحميه، الورق بتاعها لحمي. نبات الهويه من النباتات الجميله جدا والنباتات السهله قوي قوي قوي. اولا هي بتتاقلم مع اي اضاءه ممكن تحطها لها، يعني متسامحه جدا مع الاضاءه المنخفضه، ولو عندك الاضاءه عاليه شويه مش هتفرق معاها. نبات الهويه دوت من النباتات اللحميه، الورقه بتاعتها بتبقى تخينه. عشان كده انا بقول لكم لو عرفتوا تموتوا النبات دوت لكم من عندي 2 هديه. النبات ده الحاجه الوحيده اللي تقتله هي الميه الزياده او كتر الميه الزياده. هعرفكم على طريقه تعقيل وطريقه الرعايه والتسميد. النبات دوت مش بيحب الميه خالص. هنعرف منين ان هو عايز يتروى؟ الورقه هنا لو اي حد مسك ورقه بتاعت نبات الهويه هيلاقيها تخينه. بمجرد ما هي رفعت هنبقوا عارفين على طول انها النبات دوت عايز يتروى كويس. اكسار النبات ده سهل جدا على فكره. النهارده هيبقى فيديو سريع وصغير. اكسار النبات ده سهل جدا جدا. بيطلع برضو النبات الهويه بيطلع جذور هوائيه، وممكن تقص منها وتشتغل عقل على طول وهيشتغل معاك فورا. نبات الهويه نسيت اقول لكم ان هو نبات مزهر، بيطلع الوان زهر في منتهى الجمال، والريحه بتاعته كمان جميله جدا، فيها ريحه ميكس ما بين الفانيليا والشوكولاته. نبات في منتهى الجمال والروعه. تسميد نبات الهويه احنا بنسمده بالرش الورقي كالعاده بNPK متوازن، بس طبعا برضو باكد عليكم ان هو من نوع نظيف. على فكره انا كل فيديوهاتي بقول فيها التسميد في 90% من النباتات هو رش ورقي، وبشرط يكون المسمد نفسه من نوعيه نظيفه. زي ما وعدتكم الفيديو النهارده هيكون فيديو قصير خالص، نظرا لان النبات نفسه ما فيهوش اي اختراعات وما فيهوش اي تريكات. زي ما فهمتكم، بس الميه لما التربه تنشف تماما 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 تمام هتعرف عن طريق الورقه اللحميه. الاضاءه بتحطه في اي اضاءه عاليه، اضاءه منخفضه، مفيش اي حاجه. التسميد مره كل 10 ايام برش ورقي من نوعيه نظيفه، هيظهر لكم ان شاء الله رب امين، وهيبقى نبات جميل جدا ومفيش اي مشكله فيه. احنا كده خلصنا. اللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان معلوماتنا توصل لكل حته في العالم. كان معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.